السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم على خير وبخير يا رب. اليوم ان شاء الله مع تطبوش غادي نحضر واحد البريوش اللي من جد كيجي لذيذ اقتصادي وفي نفس الوقت لذيذ وراقي في الشكل ديالو، والمكونات من جد يعني بسيطة وفي نفس الوقت كيجي بريوش اللي خفيف ولذيذ غير ب 500 غرام ديال الطحين او نص كيلو ديال الطحين. كيعطينا 19 حبة 20 حبة اللي هي كبيرة ما شاء الله. وان شاء الله المكونات كيف قلت لكم قلال وموجودين في كل بيت. هنا بسم الله على بركة الله. كيف كتشوفوا خدينا نص كيلو ديال الطحين، هنا 5 الكؤوس يعني بكاس العنبة، غربلناهم تكون نوعية مزيانة صافي. وغادي ندوزو هنا المكونات اللي من جد يعني بساط بزاف وفي نفس الوقت كيجي واحد البريوش اللي رائع. عندي هنا نص كاس ديال السكر كيبقى على حسب الحلاوه كل واحد كيبغي، واحد شويه ديال السمن البلدي، ربع كاس ديال الزيت المائده، خماره ديال الحلوى والخميره ديال الخبز حبيبات او معجونه بحال بحال، واحد شويه ديال الملحه وجوج معالق ديال الماء الزهر. وغادي نديرو هنا ابيض ديال البيضه، وعندنا الماء دافي باش غادي نجمعو. هنا خليت الصفر باش غادي ندهن به الوجه ديال البريوش، والبيض درناه في العجينه صافي. ضفنا هذيك المليحه، داك شويه ديال السمن، خماره. وهنا غادي نضيف الخميره ديال الخبز كتبقى على حسب الجو، كديروا القياس اللي غادي يخمر لكم هاد البريوش. دوك جوج معالق ديال الماء الزهر وربع كاس ديال الزيت المائده. يعني هادو هما المكونات ما كنفوتوهمش، وكيجي بريوش من جد يعني رائع ولذيذ خفيف وفي واحد المذاق كانه دايرين فيه يعني شي حاجه اخرى زايدين فيه، ما فيه حتى شي حاجه. هادو هما المكونات اللي كتشوفوا صافي. وكنجمعوا بالماء دافي كيف كنقول لكم دائما، الخميره او الماء على حسب الجو، ممكن تعجنوا به غير بارد ولكن على حسب الوقت. الا كان دافي شويه كيكون احسن صافي. كان من الاول يعني البريوش ديالنا ما كنخليوش قاصح، من الاول يكون شويه مطلوق باش ما كيغلبناش فاش كنكونوا نبغوا نحصلوا على القوام اللي بغينا صافي. كنحصلوا عليه بهذا القوام كيف كتشوفوا. هذا هو الدلك ديال البريوش، يعني ما كاينش واحد القياس ديال الماء محدد، يعني كيف كتشوفوا يعني كل شيء قدامكم. نبغيكم ان شاء الله تحضروه، يعني ماشي نقول لكم تجربوه وتحضروه، حيت راه كلشي كتشوفوا وانا دائما كنحضرو اقتصادي بزاف صافي. بعد ما دلكناه مزيان خبطناه صافي غادا ندير ليه ندهنو بشويه ديال الزيت. هاد العجين كيف كتشوفوا العجين راه مطلوقه، الكل راه كيعرف العجين ديال البريوش كيفاش كتكون. وغادا نغطي عليه بالسلوفان ونخليه يرتاح شويه. ضروري البريوش كيخمر الخمره الاولى. الا بغيتو البريوش يجيكم زوين ويجي خفيف خليوه يخمر شويه، يلقى راحته شي شويه في الاول. كنغطيو كنزيد عليه هكا واحد المنديل ولا شي مينطه صغيره وكنخليه صافي. بعد ما كيضاعف الحجم ديال هاد العجينه كيف كتشوفوا خليناها ارتاحت حتى اختمرت المره الاولى صافي. غادا نجيب شويه ديال الزيت وغادا ندهن يدي صافي. غادا نجمع هاد العجين، يعني ماشي كنخرج الهواء بالمره، غير شويه باش كيبقى وكيجينا مهوي ويجي خفيف صافي. وكنبدا نشكل منه كوارات الحجم اللي بغيتو نتوما، يعني القياس اللي بغيتو. يعني انا دائما كيخرج ليا هاد القياس 20 حبه، دابا خرجت منه 19 حبه. اما هو راه كيخرج هاد نص كيلو 20 حبه وتبارك الله كبيره، راه ماشي صغيره. نتوما غادي تشوفوا الحجم ديالها ملي غادا طيب. ومن عطيتكم القياس يعني مضبوط صافي. بعد ما شكلنا كاع الكويرات درناهم في واحد الصفيحه اللي مدهونه بالزيت، اولا نفرشو لهم هكا البابي كويسو اولا الورق اللي خاص بالفرن. كنعاود نقرصهم، بغيناهمش يجيونا بزاف طالعين وراه غادي يطلعوا كيف غادي تشوفوا في الاخير صافي. كنضغط عليهم كنقرصهم كلهم مزيان. انا كيف قلت لكم عطاوني 19 حبه، هما كيعطيو دائما 20 حبه هذا القياس، يعني غير زدت شويه زعمت في الكويرات وصافي. هنا بعد ما خليناهم حتى اختمروا حطيناهم، يعني الفرن كيكون مطفي عادي، غير كندخلهم باش ما كيضربهمش البرد وما كيديرش واحد القشره من الفوق. كنخليهم حتى يخمروا وكنخرجوهم. غادي ندهنوا لهم الوجه ديالهم. خديت هذاك الصفر ديال البيض زدت عليه هنا الصوص ديال الصوجا باش كيجي داك اللوين زوين.
ممكن ديروا عليه واحد النقيطه ديال الحليب، كيف ممكن ديروا عليه القهوه سريعه الذوبان، كيف ممكن تخليوه غير الصفر ديال البيض بوحدو اللي كان غير باش كيطلق لينا هذاك الصفر، وفي نفس الوقت كيعطي واحد اللون اللي كيجي جميل. صافي كندهن الوجه ديال البريوش، ما كنخليوش البريوش تيخمر بزاف، غير كيبان لينا بهذا الشكل، يعني بدا كيختمر. صافي كنبداو نطيبوا فيه. صافي انا بعد ما دهنت الوجه غادا نجيب هنا الرقائق ديال اللوز او اللوز ايفيلي ولا الكاوكاو اللي موجود عندكم. هو اللوز كيجي احسن، ولكن اللي موجود حتى الكاوكاو كيجي زوين، اللي موجود ممكن ديروه مهرمش، ممكن اللي حبيتو نتوما. انا هكا كيعجبني بهذا الشكل، يعني هاد الرقائق كيجيو زوينين بزاف لا الشكل ديالهم ولا حتى كيعطيو حتى المذاق. ممكن هاد البريوش تعمروه حتى بالشوكولات اللي حبيتو نتوما. هنا صافي بعد ما درتو الفران ديالي راه سخون، غادا ندخلو نخلي العافيه غير من الاسفل، ونقص الفران على الحد بحال نطيب الكيكه، نخلي العافيه غير من الاسفل حتى يطيب، يبدا كيطيب من التحت، ونشعل من الفوق ونخليه يكمل الطياب ديالو. كنخرجوه بهذاك الشكل. هنا بعد ما كتخرجته غطيته شويه باش كترجع عليه هذيك سميتو داك الطياب باش كيبقى رطب، يعني ما كيقصحش لينا، ما نخليوش عريان. شوفوا كيفاش، يعني حتى كنبغيو نقدموه كنغطيوه غير بمنديل كيجي، ما نقولش لكم شوفوا الطياب ديالو كيفاش جا من رائع. هنا يعني هاد السكر كلاصي اختياري، بغيتو ديروه ديروه، بغيتوش ديروه ما ديروش. كيف ممكن ديروا هكا خطوط ديال شوكولا من الفوق، يعني الشوكولا السوداء كيف اللي حبيتو نتوما. يعني بهاد الطريقه ديال هكا السكر كلاصي راه كيجي لذيذ. يعني السر ديالو هو في الطياب. كيف قلت لكم الفران يكون سخون، ما يكون سخون بزاف باش ما يطرطقوش لكم، وتدخلوهم تخليو العافيه من الاسفل تيبان لكم بداو تيطيبوا، وتشعلوا عليهم من الفوق ثاني، والفوق يكون منقوس على حدوك تردوا معاهم البال. يعني كيجي رائع، كيجي الطياب ديالو مقاد، كيجي لذيذ كيف كتشوفوا، ما نقولش لكم. صافي هنا غادي ندوزو. هنا السكر كلاصي دائما كيدار عليه حتى يكونوا يعني بردوا، ما يكونوش سخان، يعني حيت الا كانوا سخان راه غادي مباشره نتوما ترشوه وهو كيذوب، يعني ما كيبقاش يبان على الوجه ديال البريوش. صافي كنستفوه في الطبق ديال التقديم اللي من جد يعني كيجي رائع. شوفوا الطياب كيفاش جا، ما نقولش لكم. يعني اي حاجه راه كنقول لكم النص او اكثر هو الفران، يعني نتيجه الفران هي اللي كتعطي نتيجه زوينه في الطياب، لا سواء حلوى لا سواء بريوش لا الكرواس اللي كان، يعني النتيجه يعني من الفران كتكون اكثر. شوفوا نقسم لكم ما شاء الله كيفاش كيجيو، ما نقولش لكم الداد كتبنوهم بحال اللي دايرين فيهم يعني مكون زايد، ما فيهم حتى شي حاجه. هادشي اللي فيهم اللي شفتوا معايا كيجيو هاد البريوش كيجي من جد كيجي رائع، كيحمر لكم الوجه وفي نفس الوقت راقي واقتصادي. نتمنىكم ان شاء الله تحضروه، اكيد غتحضروه بالصحه والراحه لكم والعائله ديالكم، ودائما مع طاطا بشرى الى فيديو جديد ان شاء الله.